النفسيه ديالي مريضه واخا كناخذ دواء، ما مرتاحاش من جهه وليداتي، حتى هما ما مرتاحينش، كيشوفوني بحال ولاو كيخافوا مني ولاو عايشين في الرعب، حتى هما مساكن ما مرتاحينش. واخا ديناهم الدكتور نفساني واخا ما بحال ما متقبلينش يشوفوني بحال هكا. راه ولدي الكبير عنده 13 عام. انا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن الجمعيات يتعاونوا معايا ويعاونوني على عمليه لوجهي باش نقدر نخدم على وليداتي، حيت راه الدوام هذا وما دايمني حتى شي واحد، حتى ماما مريضه وعندها سياتيك، راه انا اللي عندهم. انا تخاصمت مع الزوج ديالي مناقشه بحال اللي كيتناقشوا كاع الناس، جا للدار تغدى معايا مدهوسه، جا عندي في العشيه عاوتاني قال لي يلاه نخرجوا، تغدى معايا مشى بحالو دا الفاياج الخدمه. جا عندي خديجه راه دابا خدمت شنو قلت له مزيان غنمشيو بحالنا وغنتجمعوا على وليداتنا. قال لي مع 11:30 ديال الليل غنجي عندك، غسلي الثلاجه وما غدلين عاد عاوتاني قضي هذاك الشيء اللي باقي خاصو. قلت الثلاجه محسن ماشي مع 11:30 الليل، دابا راه الليل حتى الغدا الصباح ان شاء الله. قال لي لا عيا الله وراه باقي الحال وراه الصيف هذا كما كتعرف الناس راه كيبقاو سميتو. قلت لي انا غنمشي معاك غنخرجوا ولكن انا ما غاديش. قال لي صافي يلا. ركبت معاه في الترونسبور، بدينا كنتناقشوا منيت على اساس الخدمه، صبر وهادي ودير ودير ودير. قال لي انا ما عجبانيش هاد الخدمه، نوض مع 5 الصباح ونضرب الفايج مع 8 الصباح وعندي 8 الفاياجات، انا ما كنعش. هذا هو الموضوع اللي كنتناقشوا عليه، راه ربي شاهد عليا الا زدت عليه شي حاجه. قال لي وليتي كتغوتي عليا، وليتي كديري عليا. قلت لي انا غير كنصحك، انا ما كنغوتش عليك. هو يحيد لي الشال ديالي من راسي، هو يقجني به في الترونسبور، بقينا واقفين بعدا حدا دارهم في الترونسبور، قجني به حتى بقيت كنشهق صافي النفس ما كنتنفس. ويحيدوا لي ويقول لي دقتي حراره الموت. كي جاتك دابا حراره الموت مزيان باش تبقاي تسكتي شويه. انا خفت منه طرعبت صافي، بغيت نحل الباب ديال الترونسبور ونهرب. هو شافني ويقول لي شفتي انتي غداره بغيتي تقول بيني، هو يطلع الجاج وطلع سد البيبان. صافي تخنقت، نفسي ضاقت عليا، مبقيتش كنتنفس، النفس ما كنتنفسش. بقيت كنطلبو وكنترجاه الله يعطيك السر الله يرحم لك الوالدين. هو يقول لي واش نعاود لك واحده اخرى؟ شوفي انا قال لي شنو درت لك، شوفي انت شنو بغيتي ديري ليا. قلت لي والله دابا ما عندي شي حاجه، الله يعطيك السر غير افتح عليا الباب، راه تخنقت، راه عندي ضيق تنفس، الله يرحم لك الوالدين محسن، راه انا مت ولادك. قال لي انا باغي نمشي للحبس، هذه خدمه ما عجبانيش، انا ما عندي حياه ما عندي والدين. قلت لي ما كانوش عندك، راه عندك انا وعندك وليدات. قال لي انا ما عندي حتى واحد. الحبس فيه الدواء، فيه الدوشي، فيه الماكله وفيه تشربي، اقسم بالله العلي العظيم وربي شاهد عليا. الحبس قال لي احسن بلاصه. صافي انا ترعبت، بقيت كنطلبو، قلت لي خرجني غير نتنفس، صافي غير نتنفس وناخذ الماء. لقيت واحد القريعه محطوطه حداه، اصلا داها من دارنا، انا اللي عطيتها ليه، شربت منها مويها. ويقول لي خديجه صافي يلا نهبطوا، ما طراباس يلا معايا للدار، غنعطيك واحد العصير عندي بارد في الثلاجه وغناخذ كارو نكميه ونهبطوا. صافي مشيت معاه، طلعت معاه للدار، بقيت غادا. قلت لي محسن عندك ضربني. قال لي لا ما كاين والو، الله يهديك، ما كاينش هاد الهضره، ما عندك مناش تخافي، حيت انا عارفه غدار، حيت عارفه ما كيسواش. طلعت معاه للدار، غير طلعت معاه هو يعريني، بديت كنطلب فيه كيقول لي حيدي حوايجك، كنطلبو كنتوسل ليك، ما خليت ما درت معاه، رحمت لي والديه، طلبتو على وليداتو ما خليت ما درت والو، ما رحمنيش، كيضربني بركله حتى كنجي ملابحه، ما حتى كنجي نوض عاوتاني نطلبو حتى كيعاودني بوحده اخرى. حيت حويجاتي كاملين ويهز عليا التليفون، كان باغي يصورني وانا نقول ليه محسن تزيرت غنمشي للطواليت. قلت ربما نهرب حيت عندي الطواليت من هنا والدروج من هنايا الفوق، انا ساكنه في الثالثه خارجه برا. هو يدخل معايا ويسد عليا الباب، قال لي هذاك الجامع اللي قريتي فيه انا اللي بنيته. بقيت جالسه في الطواليت ما درت حتى شي حاجه غير من كثره الخوف. صافي هو يرجعني، حيد واحد المكانه من يدو، حيد القميص ديالو، حيد السبرديلتو، هو كفت السروال ديال الكاتمه كان لابسو، عنده لاستيك قفضو حتى لهنا، شدني من الشعر، بقى كيضرب لي راسي مع الحيط، يضرب لي راسي مع الحيط، حسبي الله ونعم الوكيل، كيضرب لي راسي مع الحيط. صافي حتى دخلت خبطوا لي مع الجاج ديال الكوافوس، شتيت عليا داك الجاج ما بقيت كنشوف والو، ورغم ذلك نضت وعاود طلبتو، قلت لي الله يهديك راجع عقلك راجع عقلك. قال لي انا باغي نمشي للحبس، انا كتابتي طلعات،
بحال هكا انا باغي نمشي للحبس. قلت لي علاش؟ شنو السبب؟ قال لي انا عييت من هاد الحياه، انا باغي نمشي للحبس. صافي قلت لي اللي جات من عند الله مرحبا، اقسم بالله وربي شاهد عليا. صافي ويهز الماس ويبدا لي جوج، واحد من هاد الحنك واحد من هاد الحنك، وحيد لي لاباراي ديالي، حيدها ليا يلاه مركباها، حيدها ليا ولا وحوشت عليها هرس عليا، الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ويقول لي خديجه دابا راه خسرتك من وجهك. صافي قال لي انا راه غرقت، انا راه عارف راسي غرقت، شنو نكمل؟ راه انا مضروبه هنايا، لا بغيتو نعريه تشوفوه نعريه. قال لي اين بزوله نحيد لك هادي ولا هادي؟ كنبكي من كثرة الخوف. قلت حنا راه عندنا وليدات، وعاودت هكاك بدمي وعنقتو وبستو. قال لي غنقولوا لهم تكريسيتي. قلت ليه صافي. قال لي ما غتدوخيش عليا ما والو. قلت ليه لا انا ما غندوزك، صافي غنقول لهم تكريسيت. قال لي فين؟ قلت ليه شوف انت انا ما عاقله على والو ما حسن، المهم انا ما عندوزكش. قال لي نقولوا لهم تكريسي في الخبازه وعندك 20,000 ريال وتليفون. قلت ليه صافي واخا. ويل الحاجه اللي عقلت عليها، لبسني الكسوه ديالي بلا السروال بلا الدوني اللي داكشي الملابس الداخليه اللي كنت لابسه، وما يجرجرني حتى انا ساكنه في الثالثه، ما قدرش يهزني مع الدم ودخت وربي اللي كيعلم بيا، هكا جاي مجرجرني من شعري الدروج كاملين، قسما بالله وربي شاهد عليا، عظامي كانوا كيضروني كلشي كيعقرني، هزني دارني في الترونسبور. هذا الشيء اللي عقلت عليه حتى وصلت للسبيطار. انا كنطلب ليه باقصى العقوبات. انا بغيت ليه 30 عام، كاع ديك 18 عام اللي دوزها عليا بغيتو يتعذب فيها، لا انا لا وليداتي. راه وليداتي شاهدين بهذا الشيء، بغاو يدخلوا معايا حتى لعند جلاله الوكيل الملك. ولدي الكبير اللي عنده 13 عام حتى هو مريض، نفسيه ديالو مرضات. عندي اكثر من 120 غرزه، وهذه اللي في العنق بقات لي غرزه وحده على العرق. انا كنطلب من الله ومن المحسنين يتعاونوا معايا والجمعيات على حسب وجهي باش نقدر نخدم على وليداتي، حيت دابا انا اللي عندهم، لا ما عاونتهمش انا راه ما كاينش اللي يعاونهم.